افكار جديده وخطيره، ويلا بينا معانا نبتدي مع اول فكره. وبجد الافكار المره دي مميزه جدا يا جماعه وهتعجبكم. اول فكره معانا وهي تقطيع الجزر. هتقدري دلوقتي ان انتي تقطعي الجزر او تنضفيه باستخدام غطا، مش محتاج بقى مبشره ولا اي حاجه، اي غطا كده معاكي يعني في الدرج بكل سهوله هتتنضف معاكي الجزرايه زي ما انتي شايفه كده، ومش هتهدر كتير. لما تيجي تملي قوالب التلج امليها من الجزء ده، الجزء اللي في النص ده اللي بيبقى مستوي، علشان المية مش تطرطش منك ويتملي بشكل متساوي زي ما احنا شايفين كده. بكر المناديل لما يخلص ما ترموهوش، ممكن تستخدميه كمنظمات وكحاجات كتيرة جدا. من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها فيه ان بيكون حامل للفرش، ازايز الشامبو، البيبيليس، السشوار، بجد حلوة جدا. لو عندك لزق دبل فيس جربي ان انت تعملي في علبة المناديل بالشكل ده من تحت كده اللزق دبل فيس، والزقيه في المطبخ. هاتي لزق قوي علشان وانت بتشدي المناديل ما يتشدش منك، وهتبقى عملية وهاندي جدا معاكي في المطبخ. لو انت بقى السلوتيب عندك بيقرفك ومشكلة الحياة دايما عندنا في السلوتيب ما نعرفش بدايته من نهايته، هاتي كده سلكة ودان وابتدي ان انت دايما علمي البداية بتاعته. لو انت عندك شعر كتير او قطط او كلاب في البيت، الفكرة دي حلوة قوي. حطي سلوتيب على المقشة وامشي كده هتلم اي وبر واي شعر يا جماعة، بجد هتلم حاجات مش هتتخيليها. بالنسبة بقى لقصافة الضوافر، حطي كده لزق من ناحيتين وابتدي قصي الضوافر، ومتاعا للضوافر اللي بتتنطر في البيت وبنجيبها من كل حتة بتلزق في اللزق وبتبقى في منتهى النظافة وترميها بمنتهى السهولة. حطي المعالق على الترابيزة بالشكل ده علشان اللي ياخد المعلقة مش يبصم عليها او تعمل بصمات، ياخدها من تحت. لو عندك ابر او دبابيس حطيها كده في انبوبة قلم فاضية، وهتبقى معاكي سهلة جدا ان انتي تنزليها من غير ما تضيع منك وتعورك. دي بقى فكرة لذيذة جدا ممكن تعملوها كاكتيفيتي مع الأطفال باستخدام غطيين عندكم. تقطعي كده الغطا بالشكل ده وتلزقيها على الغطا وتبتدي تحطي الموبايل عليها، يستخدم كحامل للموبايل، لذيذ جدا وعملي. بتاعة الزيت دي بقى يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا حطاها في الضلف من جوه، بعلق عليها المنظفات الفوط زي ما انتم شايفين كده، بنلزقها بشمع او لزق دبل فيس قوي ونبتدي نستخدمها كتعليقة. بجد حلوة جدا وقوية جدا، ممكن كمان تستخدميها كغطا للحلل اللي ضاعت ما بتسحش من الحرارة. يعني عندك اي كلافس بقى حطي فيه السكاكين بالشكل ده وعلقيه، هتبقى كمان فكرة عملية قوي. لو عندك اطفال ابتدي ان انت حطي كده الكلينج فيلم على الكوبايه وهي مش هتقع منهم السوائل خالص ويقدروا يشربوها بكل سهوله. لو انت في مكان وما عندكيش جردل وعايزه تمسحي واللي موجود عندك باسكت كده مخرم، حطي جواه كيس وهيستخدم كجردل زي ما انت شايفه بالمنظر ده. لو عندك بقى اي ليفه كده قديمه ابتدي ان انت قطعيها بالشكل ده ودخلي فيها سكينه او دخلي فيها عصايه طويله، وابتدي هاتي الاماكن الضيقه تحت التلاجة، تحت كراسي الكنب، بجد هتشيل معاكي وتنظف معاكي بطريقه حلوه جدا. عندك بقى المقص بتاعك مش حامي زي الاول، ابتدي كده سخنيه شويه وبظهر الولاعه ابتدي ان انت اعمليه كده هيرجع تاني يحمي زي الاول. لو عندك البنطلون واسع درجه او حاجه استخدمي الكابلات او هي بتبقى زي الافافيس دي، بتتباع بسعرها رخيص جدا وعند بتوع الكهرباء، وابتدي ان انت ضيقي البنطلون بالشكل ده، طريقه سهله وعمليه وهتنجزك جدا. ابتدي ان انتي ابردي كده ظهر الجزمة علشان ما تتسحرقش منك في اي رخام او سيراميك.